عليكم، مساء الخير. ان شاء الله اليوم يكون طبقنا حلو وسهل. راح نعمل مع بعض طبقنا الاوزي. اول اشي عندي هون 3 كاسات من الرز منقوع ومجهز. راح اضيف عليه التتبيله فلفل اسمر ومعلقه صغيره من الهيل المطحون والزنجبيل المطحون والقرفه المطحونه والبهار المشكل وشوي من الملح. وراح اضيف معهم مكعب مرق الدجاج. راح احرك هون الرز حتى ياخد التتبيلة اللي عملناها كاملة. الأوزي طبق سهل وزاكي وحلو كتير كمان بالعزايم، وفي كمان منها بيعملوا الصورة الأوزي. هلا هنا بعد ما حركتهم وتبلتهم وجهزتهم على على طنجرة حامية، ضفت شوي من السمنة وشوي من زيت النباتي. راح اضيف هلا عليهم الرز وابلش احركه حتى ياخد طعمة الزيت والسمنة اللي انا ضفتهم. فيك تضيف السمنة اللي بدي لحالها او زيت، بس انا بصراحة هون اضفت الجهتين، يعني شوي من السمنة وشوي من الزيت النباتي. هلا هون بحركهم لمدة هيك دقيقتين حتى ياخد نكهة السمنة والزيت اللي انا حطيتهم. بعدين بضيف عليه مية عادية، او اذا عندك شوربة الدجاج من الاول عادي ما فيها شي بتحطيها. وانا اضفت المي سخنة، يعني مي اللي بس تغطي الرز، تقريبا نص لتر، ما اخذت كتير معاي مي، حسب الرز اللي عندك. مرات الرز باخد مي اكتر كمان. هلا هون بعد ما حطيت المي وجهزته بخليه شوي يغلى وبسكر عليه لبين ما يستوي الرز عفوا ويخلص. هلا هون غلي عندي، راح اسكرها. هلا هون راح اجهز عندي لتزيين الطبق. هون عندي لوز مقلي وجاهز، بازيلا ولحمة مفرومة والكميتك تقديرية. لبين ما يستوي الرز راح ابلش هون بتجهيز الصوص اللي انا بجهزه. عندي هون كمية تقديرية، يعني تقريبا من ورق النعناع، حبتين بندورة مفرومين. راح اضيف كمان شوي من الملح والفلفل الاسمر، وراح اضيف سنين توم مفرومين، وراح اضيف اخر شي عندي معلقة كبيرة من معجون البندورة ونص كاسة من المي حتى ينخلط. وهلا راح ابلش بخلطهم. الصوص هون فيك تستخدميه لكذا اكل، ممكن للكبسة، ممكن للبرياني. هلا هون بصراحة ريحته وطعمه كتير زاكي ولذيذ، وتتبيلته وتقريبا يعني اغراضه موجودة في كل بيت. هلا هون جهز عندي الصوص، راح احطه اضيفه هون في طبق التقديم حتى نكمل الرز ويستوي معنا. وصحتين كتير زاكي. هلا هون عندي جاهز هلا هون انا جهزت الرز وراح ابلش بتقديمه. راح اضيف كمية اللوز اللي انا عملتها وجهزتها بطبق اللي عندي. وراح اضيف هلا البازيلا طبعا سلقتها وجهزتها وحطيت عليها شوي من الفلفل الاسمر وشوي من الملح، مو كتير يعني. هلا اضفت هون البازيلا. اخر اشي برصهم هيك في ايدي حتى يكونوا طبقات عند التقديم. راح اضيف هلا اللحمة المفرومة بالعادي، يعني زي ما بنعملها دائما. سن يعني راس بصل بحوسه شوي بزيت وبضيف عليه اللحمة المفرومة. وهلا هون راح ادير الرز اللي انا عملته. ما شاء الله بصراحة ريحة الرز كتير بتشهي. هلا بعد ما رصيته هون وجهزته، بس استنيت عليه تقريبا دقيقتين حتى عند القلب يكون كلياته جاهز حاله، يعني متماسك. هلا هون جهز عندي طبق التقديم. هيا جاهزة هيك عندي الأوزي.
وراح أضيف هلأ عندي الدجاج اللي أنا مجهزته شاويه من الأول، عادي الشوية العادية اللي احنا متعاد عليها. راح أحط الدجاج على الداير، فيك تحطيه كمان من فوق، وصحتين وعافية. وهيك جهزناها وقدمناها مع الصوص اللي احنا جهزناه، وصحتين وعافية. ولا تنسونا من اللايك والشير وتفعيل زر الجرس، وصحتين.